السلام عليكم، معكم نور القاضي، مطبخ نور القاضي. النهارده هعمل معاكم الفول الحراتي. في ناس كتير ما تعرفوش، بس هو يعني يشبه للقلقاس وطعمه برضو خطير جدا. يعني نفس طريقته، ده نفس طريقة القلقاس، طعمه جميل قوي. في ناس بتعمله من غير القشر، في ناس بتعمله بالقشر. احنا من محبين ان احنا نحط فيه قطع من القشر بتاعه. سواء بعمل دي جنب فراخ محمرة، فراخ في الفرن، سواء لحمة محمرة، لحمة في الطبيخ نفسه، يعني بتبقى جميل الصراحة. جبت مع حلة سخنة، حطيت فيها معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، نزلت عليهم بالبصل. اول بقى ما يتدبل كده ويبقى دبلان، مش متحمر، هنزل عليه بقى بالفول الحراتي. وبعد كده احط عليه الشوربة. عندك شوربة لحمة، يفضل شوربة الفراخ بلاش، عشان بتغير لونه وبتغير طعمه. بلاش شوربة الفراخ، ممكن شوربة لحمة. مفيش، اعملي مرقة، شوية توابل. دي شوربة من اللحمة، نزلت عليها الفول الحراتي. وبعد كده الشوربة هخليهم ياخدوا غلوتين مع رشة من الفلفل الأسمر ورشة من الملح. طبعا انا كنت قايله لكم في فيديو بتاع القلقاس ان الفول الحراتي من حاجات برضو زي القلقاس بالظبط اللي بتغمق. انا ما بسلقش، انا بعينه كده، بس مش بسيبه بره التلاجة كتير، يعني على طول افرز واحطه في الفريزر يجمد عشان يفضل محتفظ بلونه. دلوقتي الخضرة بتاعت القلقاس جايبها واقوم محمراها بشوية من الثوم وترشة من الملح عشان تقرمش وما تغمقش. شايفين الثوم اصلا محمر، ما سودش ولا اتحرق ازاي؟ ده دليل ان هي محتفظة بدرجة الحرارة وان هي قرمشت. وبعد كده بنزل اضربها في الكبة وانزل عليها على الفول الحراتي بالخضرة. ده شكلها تاكليه بقى مع رز حباية وحباية، رز بالشعرية، رز ابيض، هتحبي قوي معاها فراخ لحمة، هتحبيها قوي. جربوه وقولوا لي سلام.